رمضان كريم عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم صورت الفطور مالتنا وحبيت تشاركوني بهذا اليوم. طبعا تدرون بعد احنا رمضان هواي استعدادات ويصير ما أدري الشغل مضاعف، وحتى بالتصوير مرات يمكن أشياء ما نصورها لأنه مثل ما واحد يلحق، يعني ما أدري شلون الوقت بسرعة بسرعة يمشي لأن العصر وتحضيرات هواي. فالمهم إذا عجبكم حبايبي الفيديو لا تنسونا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. اليوم راح أسوي تشريب أحمر. يعني التشريب الأصفر ما هالقد يحبونه بالبيت، بس يعني أخلي مثلا هيك مرة وهيك مرة، بس الأحمر أكثر شي مفضله. هسه أنا عندي اللحم سلقته وقليته شوي بالزيت، أو هو الشحم مالته ذب دهن فيتقلى بيه. اخلي هسه المعجون، واكيد محضره البوتيتا الطماطة البصل الثوم النوم البصرة اللبلبي، هاي كلها شغلات محضرتها الى ان هسه شوي عندي تطلع ريحة المعجون. واخلي هسه البصل والثوم اخليه يحمس شوي، وبعدين اخلي البوتيتا، لان البوتيتا ما احبها اخليها بالاول التشريب، لان هذا تشوفون اذا استوت زايد البوتيتا تصير ثخينه التشريب، فما يصير طعم تشريب، يعني تصير صراحه مرقه بوتيتا. فاتحاشى انه اخلي البوتيتا دائما اخليها بالاخير. وهنا خليت اللبلبي، هاي اللبلبي يعني انقع كميه زينه واجمدها وقت اللي اريدها بالتشريبه. مثلا اسوي فلافل، اسوي مثلا يعني هواي شغلات احتاجها، فانا عندي جاهزه بالفريز. وهنا من بعد ما استوت تقريبا كل هاي المواد خليت البوتيتا خليتها بقشرها، يعني اذا تشوفون القشر مالتها هذا يحافظ لي على البوتيتاية ما ينزل اي بثل بيها او ما تستوي زايد، لان قلت لكم هي التشريبه لازم شوي تصير خفيفه. واللي يحب يقشرها هم عادي ماكو مشكله. واظل احمس بيها، واكيد مخليه ماي حار، واكمل بقيه الشغلات وياكم. اليوم هواي سويت شغلات ونسيت هواي شغلات هم ما صورتها، بس ضمن الفطور موجوده. اليوم سويت تشريب اصفر، سويت شحذه او تمريه شنو يسمونها سموها. سويت عصير. العصير طعمه يخبل، والاول مره اسوي. جربته شوي، حبيت يعني تشاركوني بهذا الفيديو اللي راح اسويه. وهذا العصير اللي تشوفونه قدامكم نوم البصرة، طبعا جذر اسود وما يبين، بس هنا نوم البصرة خليت، وهنا خليت وياه خاشوقتين كجرات. هذا مثل الورد اليابس ينباع عند العطار الكجرات، خلوه وشوفوه. طبعا انا هنا شفت الوصفة، بس قلت خليني اجربها وما احكي الا الى اشوفها يعني صارت طيبة وحلوة انشرها، اذا مو حلوة ابد ما راح انشرها. وهنا خليت ماي حار، راح اخليه فور تقريبا 5 دقائق. طبعا النوم بصرة مفتحته يعني بالسكينة مفتحته ما على مود يدخل البايبي. يفور هنا عندي تقريبا 5 دقائق وراح اطفي النار. شوفوا اللون ماله ايش قد صار حلو. صدقوني شراب او عصير يجنن، يعني بين لومي وبين طعم الكجرات يخبل صار. شكر ما خليت، تخلين شكر بالفور كيفك، ما تخلين هم كيفك، يعني تخلينه بعدين ماكو مشكلة، بس اذا بالفور يعني اكثر يفور الشكر وياه، فتحسين ما يظل الشكر محبحب والا تخوطين بيه زياده، لا هو مجرد بالحراره يذوب. وانتظره يبرد، وبعدين اخليه له اكيد ثلج. وشن الاضافات مثلا تحبين حموضه زياده، بس هو ما يحتاج حموضه لانه الكجرات اصلا حامض. وهنا هم سويت زلاطه وياكم. زلاطة بعد ما تلهانة سويت، أو بس خيار شنو تحبين تسوين سوي. والإضافة الأكيد لازم أخليها الكزبر ينطي طعم يجنن للزلاطة. اليوم هواي شغلات، وقلت لكم نسيت هواي شغلات. هسه قلت لكم شنو نسيته اخر شيء يعني بالسفرة النهائية. تشوفون شنو نسيت، اشياء مهمة طبعا بس نسيتها وبعدين خليتها، بس يعني عبرت بالتصوير. الزلاطة مرات اثرمها على تختة، مرات اثرمها هيك بايدي، بس اشوف التختة مريحة، بس لانه شوي وقفة شوي تصير مزعجة. يعني واحد اذا يثرم قاعدة تحس ما ادري القاعدة ما تصير مضبوطة، بس المهم هيك مرة وهيك مرة، يعني حسب اللي يريحني شنو اشتغله. ويا الأكل دائما هم ويا الفطور يعني أسوي مقبلات، يعني محمص بطحينة، أسوي الباذنجانية، أسوي التبولة. اليوم سويت تبولة، يعني واحد ياخذ له شي بسيط من عنده ينوع بالأكل. مو شرط إنه
يعني إلا مثلا ويا المقليات ولا مشويات، لا بالفطور يعني واحد يخلي نوعين من المقبلات، شي حلو ومرتب. وهنا كملة الزلاطة عندي، وأكيد أخلي لها نومي أو خل وملح. وهنا عاجنة من عجنت واختمر عندي، وما شاء الله الطحين شوفوا ايش قد حلو، يجر خيوط عبالك شلون لاستيك، يعني معناه هذا خباز، الطحين خباز. هسه راح اروي وياكم، وطبعا ما خبزت هواي، خبزت شوي لانه بشهر رمضان واحد، انا صراحه احب الشغل بشهر رمضان، يعني مو مثلا مال تفريزات والفريز اترسه وما اعرف شنو خبز وهاي الشغلات، لا يعني اكو شغلات حلوه تتفرز، بس اكو شغلات لا. حلو انه واحد كل يومين ثلاثة يشتغل هيك شغلات، خاصة الخبز يصير اذا مجمز زيادة لا ما القد احبه، فهنا الخبز يجنن صراحة. وهذا الخبز مالتنا، وشوفوا ما شاء الله عبالك كاهي. وهذا الطحين يعني هذا الشهر كلش حلو. وهسه راح اسوي وياكم هم الشوربة، شوربة العدس، اخلي وياها جزر وبصل بالسلق، جزر وبصل، يخلوا لها بوتيتا، بس انا اقول ما يحتاج البوتيتا لانه هي اساسا العدس يعني ثخين، فما يحتاج ثخن ازيد. السلق عندي العدس، وهنا حمست البصل فلفل حار، وراح اسويها صفرة، واخلي شوية كركم وشوية كمون وملح اكيد وماي. فهاي الشوربة يعني اسلق فرد جدر واخلي يومية اطبخ من عنده شوي، لانه يحبون الشوربة يومية. وكملت عندي الشوربة. وهنا هسه راح اسوي شي اخير شي، الشعثة او التمرية حسب الاماكن وحسب كل واحد شي يسميها. هنا خليت قطعة زبد وشوية طحين، راح احمسهن. الزبد تخلين وياه زيت على مود لا يحترق، يعني ضروري تخلين شوي زبد وشوي زيت على مود لا يحترق عندي الزبد. وهاي الطحين احمسه شوي الى ان يتغير لونه، وراح اخلي التمر احمسه واظل اقلب بيه هيجي شلون هو بالحرارة بسرعة يعني ينهرس التمر عندي. مرات انظف التمر، مرات لا ما يحتاج انظفه، لانه هو هسه من احمس بيه يظل الفصم يطلع والعنق، فكل هاي الشغلات تطلع، فاحاول القطها وحده وحده ويصير عندي شوي. واذا يعني حتى لو بيه فمو مشكله، بس هو متعب يعني اذا تقعدين تنظفينه وحده وحده لا متعب. وهالشي هيجي اريد انه بهالشكل. هسه اجي اصفي العصير اللي سويته وياكم نوم البصل والكجرات، اجي اصفيه من بعد ما برد. شوف هسه هذا طبعا ثخين، يعني هنا أنا خففته لانه شوفوا هالكميه شويه، وقلت لكم هي للتجربه ما سويت كميه كبيره، لانه ما اريده يعني خاف ما يشربونه وما يحبونه، فقلت اجرب وان شاء الله اذا وصفه حلوه استمر عليها. خليت شكر. وهنا شوفوا صبيت لكم ويا المكعبات مالت الثلج، الصراحة يخبل ويجنن، عصير رهيب، أتمنى تجربونه وإن شاء الله تدعولي. شوفوا هنا أنا خفيته لأنه حسيته بيثقل، الطعم ماله يصير على مرارة إذا تخلينه يعني مركز، فتخففينه وانت تذوقينه وتشوفينه يحتاج ولا ما يحتاج. وهنا تقريبا كمل عندي الفطور، وبقيت هاي اللمسات الأخيرة. وهسه راويتكم هنا جذر التشريب ما شاء الله استوى، وجذر الشوربة عندي استوى، والشعثة كملتها، والزلاطة، والحمد لله والشكر خير من الله كل شي كمل. وهنا نسيت شنو الشعث ما خليت لها الراشي، يعني ضروري واحد يخلي راشي، بس ما أدري نسيت، فالمهم بعدين خليت راشي. واللبن هم نسيته ما خليته، بس هذين اثنين ضروريات ان يتخلن خاصة بالفطور. لنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى فيديو اليوم عجبكم، واذا عجبكم لا تنسونا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وانتظروني بيوم رمضاني جديد ان شاء الله.